ولكن اللي ما داروش بايدن هو فتح قنصلية في الدخلة في إحدى المدن الصحراوية. بايدن سيقدم على ذلك. أخشى ما أخشى أن كاش نهار يتخلوا الصحراء الجزائرية أو أجزاء منها أو يمدوا قواعد عسكرية. إذا أخشى ما أخشاه من هذه العصابة في الحقيقة أنها وهي ترى قضية الصحراء وقد خسرتها نهائيا، أنها ممكن تتخلى على مصالح جزائرية. هذه المرة مش مصالح سياسية أو جيوستراتيجية، هذه المرة قد تكون أرض. في ملفنا الجزائري بديناه المرة الماضية وقلنا أن ترامب كارثة أيضا على العصابة، ولكن ليس من منظور أن هذه العصابة التي تتحكم في الجزائر أنها مثلا لأن عندها مواقف إنسانية أو عندها مواقف وطنية أو مدافع عن المسلمين أو لا 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 لا, لا. عندهم مشكلة مع ترامب في قضيتين. القضية الأولى البزنس الكبير، قضية الصحراء الغربية. طبعا ترامب هو اللي كان اعترف بمغربية الصحراء، وجاء من بعده بايدن وما غيرش، ولكن اللي ما داروش بايدن هو فتح قنصلية في الدخلة في إحدى المدن الصحراوية. بايدن سيقدم على ذلك، واللي ما قامش به أيضا ترامب سيقدم على ذلك. واللي ما قامش به هو أنه كان ترامب يومها باش يستثمروا عدة مليارات من الدولارات في الصحراء الغربية، سيقدم على ذلك. لكن أكثر من ذلك هو أنه في الوقت اللي اعترف فيه ترامب، طبعا هنا نتكلم عن الصحراء الغربية من منظور العصابة، أما موقفنا احنا، موقفنا الشخصي وموقف كثيرين يرون أن هذه القضية ذبحتنا ذبحا رهيبا في 50 سنة الماضية كجزائريين كمغاربة وكمغاربيين، وأنها كانت كارثة على المنطقة، وأنها ما تزال كارثة على المنطقة، وأنها أضعفت المنطقة إضعافا شديدا، وأن حلها كان سهل جدا منذ اليوم الأول، وأنها استخدمت لقهر الشعوب ولنهب الشعوب ولإضعاف البلدان، وما زال الخط خاصة من جهة العصابة في الجزائر مستمر بكل أسف وألم. فأقول أن بالنسبة للعصابة إذن هو موضوع البزنس تاع الصحراء خلاص راح يخرج نهائيا، وربما يخرج وهما يضحكوا يعني، وهما مضطرين. يعني شفنا أنه من بين اللي علقت عليها المرة الماضية، وبعض الناس يقول لك لا هذا فقط موقف بروتوكولي. لا، أنا دبلوماسي وعارفش معنى البروتوكولات. كان المفروض ما يكونش من أول تقريبا تبون، كان من 10 الأوائل وربما من 5 الأوائل اللي أرسل تهنئة لترامب. ما الذي هو مش سامع بك نهائيا؟ ما الذي خلاك تسارع؟ لأن فهمهم هناك، وكان واحد قال لهم اسمعوا خلونا نبعث له تهنئة باش تعرفوا عقلية المراهقين اللي راهي سائدة في المرضية، وربما المراهقين في بعض الأشياء يفكروا خير منهم. كاش واحد من هذوك المستشارين الهبل المهابل اللي عايشين ثم يقول له سي تبولو كنا نبعثوا له تهنئة احنا الأولين، هو بالك يستكبرها، راهو هو يحب هو اللي يشكروه إلى آخره. فراحوا بسرعة، كانت ما زال الناس تحسب في الولايات الأمريكية، ما زال لم يعلن رسميا، مصبحين يعني. اليوم اليوم الجمعة، يوم الأربعاء الصباح راسل له بعث له في التهنئة. طيب لو كان نجوا بمنطق العصابة اللي تحكم الجزائر، مش انتم سحبتوا السفير لما اعترفت اسبانيا بمغربية الصحراء؟ مش عاودتوا سحبتوا السفير لما اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء؟ هو كان أولى أنكم تسحبوا السفير من أمريكا في 2020. طيب ما درتوهاش لأنكم تخافوا من أمريكا، تعتبروها بالنسبة إليكم رب. أنا على يقين أنكم تخشون أمريكا أكثر ما تخشون ربي، هذا في من يؤمن منكم بالله.
لكن لماذا تسارع إلى تهنئة وبكلمات رنانة وطنانة إلى تهنئة شخص هو أصلا أذلك أنت طبعا مش الجزائر، أذل عصابات الحكم في موضوع الصحراء. لماذا؟ ها خوف، يعني جاهم رعب، وربما واحد بهلول، كي نقول بهلول يعني بمنطق الخبل، مع احترامي لمن يحمل هذا الاسم أو هذا اللقب، يعني واحد مخبول، خلينا نقولها بهذه العبارة أدق، يعود قال له أرسل له هنيه. لا، لو كان جاء عندكم موقف وجات عندكم حد معين من الشجاعات تقولوا ما نهنوش، خلي حتى تخرج الأرقام الرسمية. سارعتم لذلك. الملك المغربي سارع لذلك، هو مستفيد. الملك المغربي ترامب هو اللي فتح له هذه الأشياء، قضية مغربية الصحراء، وتبعته ألمانيا وتبعته دول أوروبية أخرى، ثم جاءت إسبانيا، ثم جاءت دول أوروبية أخرى، ثم جاءت فرنسا. إذن لماذا سارعتم؟ هذا نتيجة للخوف، خوف لشاعرين به. إذن في هذا الموضوع سيخرج من أيديهم إلا إذا قاموا بتنازلات هائلة، وهذا هو المخيف. لأن عندما يخرج عرقاب، هذا ما يسمى بوزير وزير الطاقة، ويقول لوفد نتاع الناتو اللي جاء قبل 3 أيام، كان في الجزائر له البارح وقبلها بيوم أو يومين، يقول بلي احنا ممكن الجزائر ممكن تستعين بالناتو، بالحلف الأطلسي، لحماية المراكز البترولية والغازية. هذا كلام خطير جدا. هذا كون جات عندكم ذرة حياة ما تقولوش هذا الكلام. ولو كان الوزير هذا اللي قال هذا الكلام تتم الإطاحة به مباشرة. لماذا تنهبون 25 مليار دولار هذه السنة، عام 2024، والعام اللي فات 24 مليار دولار تقريبا، تنهبونها من ميزانية نقود الشعب الجزائري، إذا كنتم راح تجيبوا الناتو هو اللي يحرس لكم المراكز البترولية، أو يوري لكم كيفاش تحرسوها، أو يدربكم كيفاش تحرسوها، ويدير لكم عسكر تاع الناتو هناك. هذا كلام خطير. لكن أنا لا أستبعد أن في إشارات أننا ممكن ندير لكم تنازلات. أخشى ما أخشى أن كاش نهار يتخلاو الصحراء الجزائرية أو أجزاء منها، أو يمدوا قواعد عسكرية من أجل أن ملف الصحراء الغربية ما يخرجش من يديهم. هذا كل ما أخشاه، وأنا لا أستبعد أن يقوموا بشيء مثل هذا، لأن قضية الصحراء الغربية في الحقيقة راهم فيها لا تقرير مصير لهم يحزنون. لو كان جاوا يحترموا تقرير المصير، لو كان احترموا شعبهم، لو كان خلاو شعبهم يقرر مصيره. وقلنا الساحة الخارجية لو كان جاوا يحترموا تقرير المصير، فإن الكوسوفار الألبان المسلمين لا علاقة لهم بالصرب المسيحيين، لا علاقة لهم نهائيا. فهؤلاء أولى تعترفوا بهم، حتى يكون عنده، حتى حديثكم عما يسمى تقرير المصير يولي عنده قيمة، يولي عنده معنى. يعني الصرب سلاف، صرب مسيحيين بلغة مختلفة، اللغة الصربية، عرقيا لغويا دينيا مختلفين تماما على الألبان اللي موجودين في الكوسوفو، اللي هم ألبان من عرقية ألبانية وهم مسلمين. هذا أولى أنكم تعترفوا بهم، لكن أنتم لا تعترفون بهم. إذا ما كاش عندها علاقة بتقرير المصير، إنما قضية الصحراء هذا هو تعطيل للجزائر وتعطيل للمنطقة المغاربية بكل أسف وألم. فمن هذا شيء مرعب للعصابة. الأمر الثاني أنهم ما مش حابين يبقوا على ذاك الحد الأدنى باللي إحنا ماناش مع التطبيع، مع أننا تحديتهم عدة مرات، قلت لهم أتحداكم
أن تصدروا قانون يجرم التطبيع. ما فيش في الجزائر بعد استقلال 62 سنة أو هكذا يقال أننا مستقلين، ما فيه لا قانون يجرم الاستعمار ولا قانون يجرم التطبيع، ليس هناك فيش. فلماذا؟ لأن قضية التطبيع هما يقول لك احنا خلونا عندنا ممكن تكون عندنا حاجات في الخلف، من الخلف ممكن نرسل وفد كما بوتفليقة أرسل وفد في خالد مسعودي و20 أو 30 شخص بما فيهم بعض الصحفيين مثلا. ممكن رئيس الدولة يتلاقى رئيس الوزراء مثل ما فعل بوتفليقة في 99 في جنازة حسن الثاني. ممكن رئيس الدولة يتلاقى اللوبيات اليهودية والصهيونية في العالم مثل ما فعل بوتفليقة لما كان مازال يمشي على رجليه في أمريكا وفي أوروبا وفي فرنسا. ممكن أو علاقات هكذا، نشروا بعض الأسلحة، نشروا بعض الأشياء، نبيعوا لهم أشياء، لكن حابين يخلوا هذاك على أساس أن الجزائر ضد التطبيع. يا ليت كان هذا الكلام صحيح، يا ليت. في العمق ليس صحيح، في العمق، لأن عقلية الصهيونية هي عقلية، هي فكرة، وهي موجودة عندكم يعني. لكن الآن عندما يخرج عرقاب ويقول هذا الكلام، هذا كلام خطير. ويا ليت تخلوا فقط هذيك الأموال اللي راكم تنهبوا فيها باش تشتروها خردة روسية، والآن أيضا شوية من إيطاليا وشوية مش عارف منين، تخلوها للشعب على الأقل ما يجوعوش الناس، ما دامكم راكم تفكروا أنكم تتعاونوا مع الناتو. إذا أخشى ما أخشاه من هذه العصابة في الحقيقة أنها وهي ترى قضية الصحراء وقد خسرتها نهائيا، أنها ممكن تتخلى على مصالح جزائرية هذه المرة، مش مصالح سياسية أو جيوستراتيجية، هذه المرة قد تكون أرض، قواعد عسكرية أو أشياء أخرى. هاو المخيف الموضوع، لأنهم بالفعل هزموا هزيمة نكراء في قضية الصحراء. وهذا نابع من لماذا هذه الدول سارعت الآن، وما هو قضية هذا المطروح، هذا الحكم الذاتي اللي طرحوه الملك المغربي، رغم من 2007. من 2007 الدول الحاسمة الرئيسية ما تبنتوش، لا إسبانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا ولا دول أوروبية أخرى ولا أمريكا، ما تبنوهاش. المشروع موجود من 2007. لماذا بداية من 2020 بدأ التبني نتاعو مع ترامب ثم توسع؟ لأن باختصار بسيط وسهل العالم الخارجي رأى أن الحراك أتعب هذه العصابة. صحيح لم يطيح بها، أطاح بأجزاء منها، أسقط أجزاء منها، ورأى العالم أيضا أن هذه العصابة متشاكسة ومتصاعدة. ليس هناك في العالم أجمع 44 جنرال في السجن، مئات من الضباط، كبار الضباط راهم في السجن، مئات من كبار المسؤولين بما فيهم وزراء ورؤساء وزراء وولاة سمي راهم في السجون. فالعالم الخارجي هو عالم أنت ما لديك من قوة، ما لديك من استقرار، فهو يرى أن هذا نظام ضعيف متشاكس متصارع. حط هذا الجنرال، طيحوا، دخلوا للحبس، جيب هذاك بن الشيخ، حطوا. الناس قالوا لهم، كنت منهم أنا من الأوائل، قلت لهم راهو جاسوس فرنسي، لا خليه يضرب الحراك. الآن طيحوه، دخلوه للحبس، عقبوه جبار مهنا، عقبوه للفينقا، جنرالات يعقبوهم العذاب الشديد حتى بعضهم يموتوا تحت التعذيب. العالم الخارجي يرى هذا نظام ضعيف، هذا النظام مشتت، وخصوماتهم راهي تتصاعد هذه الأيام، تتصاعد والناس تدفع الثمن. الأسعار مرتفعة، بطاطا راهي ما بين 10,000 و 14,000 حسب المناطق وحسب النوعية، طماطم وصلت ل 22,000، القهوة مقطوعة، وتحس وكأننا في حرب، تحس
وكأننا في حرب. كثير من الأدوية ممنوعة أو مقطوعة، كثير من البياس دو ريشانج ممنوعة أو مقطوعة أو أسعارها لهيب، وهكذا. وخرجوا يهاجموا في السفير الفرنسي كزافي دريانكور هذا السابق، وقال لك راهو خرج وقال باللي الجزائر راح تقطع علاقاتها التجارية مع فرنسا، وهذا كلام كاذب وهذا ترويج كاذب. خلينا نسمعوا واش ردوا بالذات. على إثر الإضاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد ضد الجزائر فيما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية، ينفي المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة. كانوا عملوا نفس النفي، ويا ليت المساعد لا يقدر يلقاه يبعثوا لي مع الإسبان في جوان 2022. ماي جوان 2022 كان رسميا منعوا الاستيراد من إسبانيا، وبدأت الشركات اللي عندها علاقات مع إسبانيا بدأت تتأثر. آنذاك خلاوا بعض الشركات اللي عندهم ارتباطات مع كبار الجنرالات، ولكن رسميا سريا ورسميا اصدروا وثيقه قالوا لهم ما كانش دوميسيلياسيون مع الاسبان، يعني ما كانش تحويل اموال لتمويل تجاره مع الاسبان. وتعرفوا الكوارث اللي صارت. مثلا واحد من المشاكل الكبرى مثلا الانستيزي تاع الدونتيست تاع الاسنان كانت كارثه في الجزائر، لانه كانوا يجيبوها من اسبانيا. واشياء اخرى كثيره اللي كانت تجي من اسبانيا اصبحت ارتفعت اسعارها، اصبحت مفقوده من السوق. بداوا يجيبوا من بلدان واحده اخرى لكن النوعيه مش هي، السعر مش هو، الى اخره. واشياء اخرى كثيره. لكن قبل يومين قريت لكم الوثيقه اللي تقول باللي عاود رجع مع اسبانيا. الحقيقه اللي نستطيع ان نؤكدها ومن قلب المافيا العسكريه، يعني من قلب مكتب شنقريحه، أنه أعطى تعليمات شفوية، هو ما كتبش لكن وصلوها، يعني باللي قال لهم أي شيء يستورد من فرنسا حبسوه. هذا ما يتعلق بالجانب العسكري. الآن أنا شخصيا مش متأكد من الجانب المدني، هل بالفعل أصدروا شيء أو كانوا على أبواب أن يصدروا والآن راهم ينفوا يقولوا ما كانش منها. لست متأكد. اللي متأكد منه هو أن شنقريحة أعطى أوامر بمنع الاستيراد لكل ما يتعلق بأمور العسكر، وهم يستوردوا أشياء كثيرة لأمور العسكر. يعني ما هيش سلاح، مش كلمة سلاح، يستوردوا أشياء كثيرة بما فيها الألبسة، بما فيها أشياء رهيبة ما تقدروش تصوروا. يعني بلاد لا تصنع شيء للأسف. بعد 62 سنة رايح للقاهرة عند السيسي المتصهين ومخابراته الصهيونية المصرية، يقول لهم يجوا يبنوا لنا العمارات والمباني مش عارف شو كنتوا تديروا في 62 سنة. يعني والله لو كان بدينا بالصفر، لو كان نقدروا نبنوا على الأقل نبنوا السكنات نتاعنا. هذه مش باش نبنوا أبراج ونبنوا مانيش عارف أنا طريق تحت البحر أو فوق البحر وتي جي في، مش هذه. سكنات الإنسان الجزائري واللي ما يقدرش يبني سكنة نتاعو شيء عجيب. وين وصلوا البلاد؟